السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الرز المعمر الفلاحي بطريقة جميلة جدا وإن شاء الله هيعجبكم. وتعالوا نشوف مع بعض شكل الرز بعد ما استوى بقى عامل إزاي، واخد اللون الذهبي من الجنب ومن فوق وريحته جميلة جدا. وهنشوف مع بعض تسوية الرز مفلفل وتسويته جميلة جدا وإن شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا نشوف الطريقة. هكون محضرة 3 كوبايات رز غسلاهم ومصفياهم من المية كويس، ومعايا 3 كوبايات حليب جاموسي، والحليب انا غلياه قبليها بيوم وحطاه في التلاجة ومطلعه القشطة بتاعته، والقشطة هستخدمها النهاردة في الرز المعمر. وكوباية ونص شوربة فراخ، ممكن تضيفي الكمية كلها من الحليب بس وما تضيفيش شوربة فراخ، بس انا بحب اضيف شوربة الفراخ لانها بتديها طعم اجمل. والحليب بيكون في درجة حرارة الغرفة، يعني ولا هو بارد ولا هو سخن. ومعايا 3 معالق كبار زبدة وملح وفلفل اسود على حسب الرغبة. يبقى كل كوباية رز عليها كوباية حليب ونص كوباية شوربة ومعلقة كبيرة زبدة. محضرة الطاجن اللي هشتغل فيه، وهبتدي انزل بمعلقتين كبار الزبدة، وهخلي المعلقة التالتة على جنب. بعد كده هبتدي انزل بالملح والفلفل الاسود على الزبدة، وهضيف الرز. بعد ما نزلت بالرز هبتدي اقلب الرز مع الزبدة، وهفضل اقلب كويس جدا لغاية ما الرز كله يختلط بالزبدة. انا عايزة كل رزاية تبقى متغلفة بالزبدة، لان هي دي اللي هتخلي الرز يبقى مفلفل وجميل بعد ما يستوي. بعد ما قلبته كويس هبتدي اساوي سطح الرز، وبعد كده ابتدي انزل باللبن عليه. وابتدي اضيف شوربة الفراخ. شوربة الفراخ بتديها طعم جميل جدا وبتديله دسامة. بعد كده هبتدي انزل بمعلقة الزبدة اللي انا كنت حجزاها على جنب، وهنزل باخر حاجة القشطة. وهوزع القشطة في الطاجن، وهكون مسخنة الفرن وهدخله يستوي على درجة حرارة متوسطة، وهنشوف شكله بعد ما يطلع. وده شكل طاجن الرز المعمر بعد ما استوى وطلع من الفرن. زي ما انتوا شايفين القشطة والزبدة خلت وشه جميل جدا، وان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك.